السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للمواضيع الشائكة والمقلقة في الفيديو ده إن شاء الله هنكمل كلامنا في سلسلة جيت أند جيت هاب. هنتكلم المرة دي إن شاء الله على الريبيز، أو هنكمل كلامنا على الريبيز. في الفيديو اللي فات فهمنا نظريا يعني إيه ريبيز، وفي الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ إن إحنا نطبق عمليا مسألة الريبيز، ومسألة إن لما أنت تيجي تعمل ريبيز يبقى في كونفليكت. سريعا كده كمراجعة، إيه هو الريبيز؟ قلنا ريبيز يعني أنا بشوف نقطة الأساس أو النقطة اللي أنا خدت منها، أو اللقطة اللي أنا خدت منها التفريعة بتاعتي، ده البيز الاساسي بتاعي. لما اجي اعمل ريبيز معناه ان انا بغير البيز او بغير الاساس اللي انا بدات منه قبل كده. وده بنعمله ليه؟ قلنا لو انا مثلا شغال على فيتشر او شغال على فيتشر برانش مختلف عن يعني انا خدت تفريعه سميناها دلوقتي فيتشر برانش، قعدت اشتغل عليها. بعد ما خلصت شغل عليها اكتشفت ان والله في حد غيري، حد من زمايلي خلص شغل ورمى الشغل بتاعه على المين او على الماستر. فانا دلوقتي عايز ان انا يبقى الشغل بتاعي اب تو ديت، او عايز ان انا التفريعه بتاعتي تبقى واخده من نقطه اساس احدث، وبالتالي بعمل تغيير لنقطه الاساس دي. ده سريعا كده، لو مش فاهم اللي انا بقوله او مش فاهم اللي انا بقوله ارجع للفيديو اللي فات. طيب هنعمل ايه سريعا المره دي؟ هنعمل السيناريو اللي انا قلت عليه المره اللي فاتت واللي بقول عليه المره دي. انا دلوقتي عندي نقطه اساسيه، او انا هقف على التفريع، أو هقف على الفرع الرئيسي، او الفرع اللي احنا قلنا عليه سورس اوف تروث، او اللي هو يعتبر بالنسبه لنا الحقيقه، المكان اللي فيه احدث حاجه شغاله. وهنقول يعني ايه شغاله في فيديوز، في فيديو من الفيديوز اللي جايه. فالمره دي احنا كل اللي هنعمله ببساطه ان احنا هناخد تفريعه وهنعمل شغل على التفريعه دي. بعد كده هنفترض ان في حد تاني خد تفريعه تانيه من نفس النقطه اللي احنا خدنا منها وخلص شغله وحذف شغله الاول على الماستر قبل مني، وانا عايز يبقى انا التفريعه بتاعتي اللي انا شغال عليها تبقى احدث. خلينا عشان نبسط الامور ونسهل الامور، احنا هنتكلم على شخصين، انا مصطفى وواحد مثلا اسمه عبد الله. تمام؟ عبد الله هيشتغل اسرع مني وهيخلص شغله وهيحذفه على الماستر. انا هبقى ابطا منه شويه، وبالتالي انا التفريعه بتاعتي عايز اخليها حديثه. من غير ما نطول ونرغي كتير ونعيد ونزيد في الكلام، خلونا نبتدي. طيب انا هرجع هنا الاول، اروح على البرانش بتاع الماستر بتاعي. انا دلوقتي واقف على نقطه الماستر. يعني انا واقف على نقطه الماستر، يعني انا في التفريعه الاساسيه. ماشي؟ النقطه بتاعت الماستر هنا واقفه عند كوميت او لقطه اسمها some other work on other feature branch. تمام؟ فانا ببساطه شديده ممكن ان انا اخد تفريعه جديده من هنا. فهنيجي هنا كده ونقول له برانش، ونقول له كرييت برانش. انا كده بعمل برانش من الماستر، هنسميه مثلا ايه؟ مصطفى فيتشر برانش. تمام؟ دلوقتي مصطفى خد تفريعه، التفريعه دي خدها منين؟ خدها من اللقطه اللي هنا اللي احنا واقفين عليها دي. هتلاقوا هنا ان في تو برانشز واقفين هنا. البرانش اللي هو مصطفى، انا خدت تفريعه من اللقطه اللي اسمها some other work on other feature branch، خدت منها تفريعه جديده دلوقتي بتاعت مصطفى هيبدا يشتغل عليها. طيب مصطفى هيعمل ايه؟ هنقول هنا ايه؟ مصطفى's work، مصطفى's work بارت 1. تمام؟ وبعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل لقطه في التفريعه بتاعت مصطفى. فهنقول هنا ايه؟ مصطفى بارت 1 مثلا. دي المسج بتاعتنا اللي هنعملها كوميت، مصطفى بارت 1، وهنعمل كوميت طبيعي. خلاص؟ طيب عملنا كوميت. دلوقتي مصطفى واقف فين؟ مصطفى واخد تفريعه من الماستر. لو بصينا كده هنلاقي ان الماستر موجود اهو، دي نقطه الاساس، ده البيز اللي احنا بدانا من عنده، اللي هو اسمه some other work on other feature branch. تمام؟ ده كان اخر حاجه اتعمل لها ميرج على الماستر، دي اخر لقطه احنا وصلنا لها. مصطفى خد تفريعه منها، بعد كده مصطفى عمل شغل بارت 1 من شغل مصطفى، فعلى تفريعه مصطفى بقت سابقه المين او بقت سابقه الماستر بايه؟ بلقطه. ايه اللقطه؟ اللقطه اللي هي مصطفى، اللي هي الشغل بتاع مصطفى اللي هو بارت 1. خلاص؟ طيب دلوقتي هنرجع تاني للماستر. ماشي؟ اكننا بنحكي ان في اتنين شغالين في نفس الوقت. فرجعنا للماستر اللي هو نقطه الاساس او البيز بتاعنا، او احدث حاجه موجوده على الماستر، على التاريخ الرئيسي اللي احنا بناخد منه احدث شغل، يعني بمعنى اصح، او احدث شغل شغال او في ما فيهوش مشاكل بمعنى اصح. وهنيجي على الماستر ده ونعمل تفريعه جديده. فهنروح هنا ونقول له برانش، بعد كده نقول له كرييت برانش، بعد كده نقول له هنا ايه؟ بوديز برانش مثلا. ماشي؟ بوديز برانش. تمام؟ كده بودي كمان خد تفريعه من الماستر، خد لقطه من الماستر، وبقى الاساس بتاعه هو ايه؟ هو الماستر. فهو واقف عند اللقطه. طبعا هو مش شايف الشغل بتاع مصطفى، لان مصطفى شغال في ايه؟ في مسار او في تاريخ، مسار في تاريخ تاني. تمام؟ حلو. لو مش فاهم المصطلحات بتاع التاريخ والكلام اللي انا بقوله ده، ممكن تشوف او تشوفي الفيديوز اللي احنا اتكلمنا عليها من بدايه السلسله. طيب فانا بودي هيعمل ايه؟ والله بودي هيعمل الشغل بتاعه هنا. فنقول هنا ايه؟ بوديز ورك، بوديز ورك
فاينل مثلا، خلاص هو بودي خلص شغله. فلو ناخد بالنا هنا الحته دي مهمه قوي. احنا دلوقتي واقفين على هي بسيطه للناس اللي فاهمه جيت وجيت هاب، بس لو حد لسه بيتعلم دي هتبقى حاجه مهمه قوي. احنا دلوقتي واقفين على سطر رقم 6، ماشي، ونركز ان احنا في سطر رقم 6. لو رحنا بصينا على الشغل اللي مصطفى عمله هنلاقي ان مصطفى كتب برضه في نفس السطر بتاع ايه، رقم 6. واحنا اتفقنا ان انا لما اجي اعمل ريبيز او لما اجي اعمل ميرج، شوفوا الفيديو بتاع الميرج والفيديو بتاع الريبيز، لو في حد كاتب في نفس الحته اللي انا كاتب فيها بيحصل حاجه اسمها كونفليكت. في حلقه اسمها الخناقه ممكن تشوفوها في السلسله ديت بتوضح يعني ايه كونفليكت. فاحنا هنا هنتعرض لكونفليكت ونشوف دلوقتي الكونفليكت ده هنحله ازاي. ليه؟ لان بودي هيكتب في نفس المكان اللي مصطفى كتب فيه، فلما نيجي بودي يحط الشغل بتاعه بعد كده مصطفى يحاول يحط الشغل بتاعه على الشغل اللي بودي هيبقى خلصه وحطه الاول، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هيبقى محتاج ان هو يحل الصراع، لان في مكان واحد بنحاول نكتب فيه ايه، نكتب فيه مرتين. فبودي خلاص خلص شغله، فنقول هنا ايه، بودي ورك. وبعد ما نخلص بودي ورك نعمل له كوميت. انا كده لسه في التفريعه بتاعت بودي. بودي خلص الشغل بتاعه تمام، هيبدا يعمل ايه، نروح على الماستر، نرجع على الماستر تاني. بودي خلص شغله خلاص، فاحنا هنروح نعمل ايه، هنروح نعمل ميرج هنروح نعمل ميرج للشغل بتاع ايه، بتاع بودي على الماستر، بحيث يبقى خلاص بودي خلص شغله، فتح بول ريكوست. هنفهم يعني ايه بول ريكوست والكلام ده كله في فيديو جاي. وهيرمي الشغل بتاعه على التاريخ الرئيسي للتعديلات، تمام. فهنيجي هنا على الماستر، هنروح برضو على نفس النقط ديت، نروح على برانش، نقول والله احنا عايزين نعمل ميرج. فبيقول لنا سيلكت برانش اور تاج تو ميرج فروم. احنا عايزين ناخد ايه اللقطه اللي انت عايز تضمها او تعمل لها ميرج على الايه، على المسار الرئيسي. طبعا في الواقع العملي احنا ما بنمشيش كده خالص، مش ده اللي بنعمله. بقى في حاجه اسمها بول ريكوست، ولما نيجي نتكلم عن جيت هاب هنفهم الكلام ده، بس انا يهمني الاساسيات ديت تبقى واضحه ايه، تبقى واضحه بالنسبه لكم قبل ما نبدا ان احنا نشوف عمليا ايه اللي بيحصل في الحقيقه لما بنيجي نشتغل، تمام. طيب هنقول له والله انا بودي خلص شغله، فاحنا عايزين ناخد اللقطه بتاعت بودي اللي فيها الشغل بتاع بودي، نعمل لها ايه، نعمل لها ميرج او ندمجها في المسار الرئيسي بتاعنا. فنيجي هنا نقوم عاملين ايه، نختار بوديز برانش. فاللي هيحصل هنا ان ايه، بوديز برانش الحقيقه اتعمل له ورك. فلما نيجي نبص على بوديز برانش اتعمل له ميرج. فلما نيجي نبص على الكومات او اللقطه اللي اسمها بودي وورك، طبعا احنا عندنا في كذا طريقه للميرج اتكلمنا عليهم في فيديو قبل كده، بس انا هنا خلينا احنا شغالين بالديفولت يعني. فخد اللقطه بتاعت بودي دي وعمل لها ميرج على الايه، على الماستر. فلو جينا نبص على الماستر هنا كده هنلاقي ان الماستر واقف فين، هنلاقي ان الماستر دلوقتي كان الماستر عند نقطه اسمها some other work on other feature branch، دي اللي احنا البيز الاساسي. دلوقتي البيز ده او المسار الرئيسي للتعديلات دوت بقى سابق بخطوه. سابق بخطوه، ايه الخطوه اللي هو سابق بيها؟ الخطوه اللي اسمها بودي ورك، لان بودي خلص شغله وعمل له ميرج، فبقى عندنا في لقطه زياده عن اللقطه اللي احنا ايه، خدنا منها التفريعات بتاعتنا في الاول. خلاص خلصنا من بودي، بودي خلص شغله دنيته تمام مفيش مشكله خالص. لو جينا بصينا هنا على مصطفى فيتشر برانش هنلاقي ان هو ايه، بقى متاخر خطوه عن الايه، عن الماستر او عن المسار الرئيسي. ليه؟ لان مصطفى كان واخد التفريعه قلنا من اللقطه اللي اسمها some other work on other feature branch، وبعد كده خد الحته، مصطفى هو المسار الاصفر ده، تمام، عمل الشغل بتاعه مصطفى بارت 1. وبالتالي في شغل موجود على المسار الرئيسي مش موجود عند مصطفى. طب مصطفى عايز ان هو يعمل ايه، عايز يبقى وهو شغال على التفريعه بتاعته بودي كلمه قال له الو السلام عليكم ازيك يا مصطفى عامل ايه الاخبار، انا خلصت شغلي، ايه حدث الايه، حدث التفريعه اللي عندك، اعمل ريبيز. يعني ايه اعمل ريبيز؟ يعني غير نقطه الاساس او حدث نقطه الاساس اللي انت كنت واقف عليها. انت كنت واقف على نقطه قديمه خدت منها التفريعه، دلوقتي بقى في نقطه جديده، فانا عايز النقطه الجديده دي ايه، تسمع عندك كايه، تسمع عندك كمصطفى. طيب فنرجع تاني على الفرع بتاع مصطفى. انا دلوقتي واقف على الفرع بتاع مصطفى. طبعا الفرع بتاع مصطفى ايه، يعني متاخر سنه عن الايه، يعني حتى مش هنلاقي هنا، يعني هنلاقي اللاين رقم 6 هنا، الخط السطر رقم 6 في الكود هنلاقي مكتوب فيه مصطفى's ورك بارت 1، في حين ان احنا لو بصينا في الماستر هنلاقي ان هو ايه، كان موجود فيه بودي ورك. لو رجعت 3 ثواني كده في الفيديو هتلاقي ان ايه الحته اللي انا بقول عليها دي، تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نغير نقطه الاساس بتاعت مصطفى، فكل اللي احنا هنروح نعمله، انا دلوقتي واقف على مصطفى's برانش، واقف على التفريعه بتاعت مصطفى. مصطفى هيجي هنا ويبص على برانش، بعد كده يقول ريبيز برانش، فيقول له هنا ايه سيلكت برانش تو ريبيز اون تو. يعني شوف النقطه اللي انت عايز تطلع فوقيها او اللي انت عايز تاخد منها التفريعه بتاعتك الايه، او نقطه الاساس اللي هو البيز الجديد بتاعك عايزه يبقى ايه. فنقول والله انا عايز البيز الاساسي بتاعي يبقى الماستر، لان الماستر هو اللي عليه ايه،
هو اللي عليه الشغل بتاع بودي اللي انا عايزه يسمع عندي في التفريعه بتاعتي عشان اكمل على شغله، او عشان ان انا ما يبقاش في ما بينه، يعني لو في صراع ما بين هو بيكتب في نفس الحته اللي انا بكتب فيها زي ما هنشوف دلوقتي. نحل ده ازاي من البدايه بحيث يبقى عندنا الدنيا ايه، زي ما اتكلمنا في الريفيز المره اللي فاتت. مش عايز اعيد وازيد، تمام، مع اني بعيد وازيد برضه. ف هنقول والله انا عايز ريفيز من الماستر. اول ما اعمل ريفيز من الماستر هيقول لي هوبا انت كده عندك ايه، انت كده عندك صراع، عندك خناقه. ليه عندي خناقه؟ لان السطر رقم 6 بودي اوريدي كتب فيه، بودي بالفعل كتب فيه حاجه، ومصطفى ايه عايز يكتب في نفس السطر، وبالتالي ده عمل لنا نوع من انواع الصراع. فاحنا عايزين نحل الصراع ده. والله الصراع بيتحل بطرق كتيره جدا. ممكن يبقى الشغل بتاع بودي دوت شغل قديم، او شغل احنا خلاص اتفقنا ان احنا هنشيله، او انا هعمل شغل هي اوفر رايد الشغل بتاعه. يعني ايه اوفر رايد؟ يعني هكتب حاجه بدل الحاجه اللي هو كان كاتبها، وبالتالي احنا بننسق مع بعض كفريق. وبساله بقول لك انت السطر اللي انت كاتبه ده انت محتاجه، ولا انا اوريدي هندلته في حته معينه، او احنا ما بقيناش محتاجينه بسبب الشغل الجديد اللي انا بعمله؟ هيقول لي انت تمام مفيش مشكله، انا مش محتاج الشغل. انا مش محتاج الشغل ده، او انا مثلا بعمل شغل بيغطي على الشغل ده، او بيخلي الشغل ده مش محتاجينه، خلاص هاكسبت التشينجز بتاعتي انا. يعني ايه؟ يعني هحط سطر رقم 6 اللي عند مصطفى، ونرمي السطر بتاع ايه، بتاع بودي ده في الزباله، خلاص. والعكس صحيح. لو احنا عايزين السطر بتاع بودي وهنضرب السطر بتاع مصطفى برضه مفيش حاجه تمنعنا. طب لو احنا عايزين الاثنين، والله انا محتاج شغل بودي وبعد كده انا هنزل سطر واكتب بعد منه، مفيش مشكله عادي خالص، تمام. فطبعا الموضوع انا واخده على مثال سطر واحد بس احنا ممكن نوسع الموضوع ده، ممكن يبقى على اكتر من سطر. طبعا بتبقى كود سنيبتس كبيره، فايلات كتير، اماكن كتيره، ممكن يبقى عندك كونفليكت في اكتر من فايل. يعني لو مشروع كبير بيبقى فيه ملفات كتيره جدا، ممكن تصادف على حسب عدد الفريق والناس اللي شغاله، ممكن تصادف ان في ناس كتيره كتبت في نفس المكان ده. فبنبدا ان احنا نمشي خطوه خطوه على المسار الرئيسي، ونبدا ان احنا نحل المشكلات اللي بتحصل دي. وهنبقى نشوف صور معقده يعني ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات اللي جايه. طيب انا بالنسبه لي انا عايز الشغل بتاع بودي وعايز الشغل بتاعي يسمع عندي في التفريعه اللي انا واقف فيها بتاعت مصطفى دي. فاقول له هنا ايه، accept both changes. يعني ايه؟ يعني انا عايز التعديل بتاعي، عايز السطر رقم 6 بتاعي، وعايز السطر رقم 6 بتاع بودي. فهو هياخد واحد وينزل سطر ويكتب التاني بعد منه، بحيث ان الفايل اللي اسمه main.py ده بقى فيه الاثنين. فهنقول له accept both changes، تمام. وبعد كده هنعمل هنا ستيج للملف اللي هو اسمه main.py ده. وبعد ما خلصنا هنا هنقول له ايه، هنقول له continue. بعد ما قلنا له كونتينيو هنلاحظ ان ايه، هنلاحظ ان مصطفى بارت 1 من شويه، مصطفى بارت 1 ده كان متاخد، او النقطه كانت اللقطه بتاعت مصطفى بارت 1 دي هي اللقطه اللي بعد اللقطه اللي متاخده من الماستر اللي اسمها ايه، اللي اسمها some other work on other feature branch. دلوقتي لو بصينا على مصطفى بارت 1 هنلاقي مصطفى بارت 1 بقى اللقطه اللي بعد اللقطه بتاعت ايه، بتاعت الشغل بتاع بودي اللي اتعمل له ميرج، تمام. انا لسه واقف في مصطفى. يعني لو رجعت للماستر، الماستر مش شايف ايه، مش شايف الشغل بتاع مصطفى، ملوش علاقه بمصطفى دلوقتي. هو ليه علاقه بايه؟ الشغل اللي اتعمل له دمج بتاع بودي، انا كنت عايزه يسمع عندي كمصطفى، فعملت ايه، رحت عملت ريبيز. خلاص هو ده الريبيز بكل بساطه، تمام. بعد ما عملت ريبيز انا دلوقتي بقى ايه، ممكن اكمل شغلي عادي كمصطفى. يعني مثلا ممكن اكتب ايه، هنا مثلا مصطفى's work بارت 2. ما انا كده ايه، دي كوميت تانية او لقطه تانية هعملها في التفريعه بتاعتي كمصطفى. وحاجه هنا اكتب هنا ايه، الكوميت مسج بتاعتي. طبعا الكوميت مسج دي ليها فن يعني، تمام. اللي انا بعمله ده كلام فاضي، بس احنا مش موضوعنا دلوقتي. فانا ايه، عشان ما نضيعش وقت في حاجه احنا مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي، خلاص. فانا هكوميت الكلام ده. فمصطفى دلوقتي بقى فين؟ بصوا الماستر واقف فين. لو بصينا هنا نلاقي ان الماستر واقف عند بودي وورك. مصطفى بقى سابق الماستر بمصطفى بارت 1 ومصطفى بارت 2. اللقطتين دول بقوا ايه، موجودين على التفريعه بتاعت مصطفى بس مش موجودين على المين، تمام، او مش موجودين على الماستر. بس في نفس الوقت مصطفى بقى ايه، بقى نقطة الأساس بتاعته احنا غيرناها، عملنا لها ريبيز، غيرنا نقطة الأساس. فنقطة الأساس بقت ايه، بقت بودي ورك، أو اللقطة اللي عندها بودي ورك اللي اتعمل له دمج على الماستر. أعتقد مفيش يعني لو الدنيا مش واضحة قولوا لي اوضح اكتر من كده، تمام. فخلاص خلصنا، تمام. مصطفى خلص شغله، ممكن ان احنا نروح تاني على الماستر ونعمل ايه، نعمل ميرج للشغل بتاع مصطفى. فانا لو رحت على الماستر غيرت التفريعه بتاعتي تاني وجيت هنا عملت زي ما عملت عند بودي بالظبط، هاجي هنا على برانش واعمل ميرج. يقول لي عايز تعمل ميرج منين، هقول له والله اعمل لي ميرج للشغل بتاع مصطفى. مصطفى خلاص. يوم ايه اللي يحصل، نيجي نبص على الماستر نلاقي الماستر بقى واقف فين. الماستر بقى شايف، كان الاول الماستر واقف هنا عند some other work on other feature branch. بعد كده بودي ورك عمل ميرج،
بعد كده مصطفى بارت 1 ومصطفى بارت 2 اتعمل لهم ميرج، فبقت اللقطات دي كلها موجوده عندي في الايه، موجوده عندي في المسار الرئيسي. هنتكلم على الفرق ما بين الميرج والريبيز لو ما اتكلمناش عليه، عشان انا مش فاكر احنا اتكلمنا عليه ولا ما اتكلمناش عليه الامانه يعني. فلو ما اتكلمناش عليه هحاول اوضح اكتر. بس احنا دلوقتي عملنا الحاجتين، احنا عملنا ريبيز يعني برضه عشان تفهم كده ايه الريبيز. انا عايز اغير اللقطه اللي انا كنت واخد منها التفريعه، عايز لقطه احدث عشان ابقى اب تو ديت، عشان لما اجي احاول ادمج الشغل بتاعي ما يحصلش ايه، ما يحصلش مشاكل اثناء الدمج. وده بيفرق معانا جدا لما يبقى مقدار التعديلات في اماكن كتير، او في اماكن في ناس كتيره بتشتغل عليها وهكذا. هنشوف الكلام ده في مشاريع حقيقيه. انا دلوقتي استخدمت في اس كود اول مره في حياتي استخدمه، في حته البرانشنج والحاجات الخاصه بجيت. يعني اول مره استخدم استخدمت في اس كود قبل كده بس مش بجيت والكلام ده، يعني كنت بعمل بيه حاجات جانبيه. انا في الاساس بشتغل عاده باندرويد ستوديو، او بشتغل من التيرمينال. طبعا احنا في الفيديوز اللي فاتت كنا بنشوف بنعمل ده من التيرمينال ازاي، مش حاسس ان ده حاجه مهمه دلوقتي نعملها. ممكن تشوف الكلام ده بيتعمل على التيرمينال ازاي، شوف قول الكوماند اللي بنعمل بيها ريبيز، واعتبروا ان ده الواجب العملي بتاعكم. اعملوا نفس السيناريو اللي انا عملته ده، هو بالظبط، بس اعملوه بطريقه تكون من التيرمينال، والمفروض توصلوا لنفس النتيجه، والمفروض تشوفوا نفس النتيجه في الاخر. ولو عملتوا ده واجهتكم اي مشاكل ممكن تكتبوا في الكومنتس، وانا ان شاء الله يعني هحاول احل المشاكل دي فيديو مثلا من الفيديوهات اللي جايه. اعتقد كده احنا خلصنا. الفيديو اللي جاي ان شاء الله يعني هنعمل كده زي فيديو نتكلم فيه على ايه اللي جاي في السلسله ديت، بحيث انت تبقى عارف او انت تبقى عارفه احنا هنتكلم على ايه كمان. وبس شاركوا الفيديو ده لو هو مفيد ليكم، ولو في اي تعليقات او حاجه نحسن بيها الفيديو، او نحسن بيها ايا كان التحسينات يعني، قولوها. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.